عايزين تاكلوا أكلة بسيطة وسهلة وتتعمل في دقايق بالظبط وبترمي معاكي كمية محترمة جدا، وكمان هتفكركوا بقى بذكريات المصيف. تعالوا بينا نعمل اللحمة بالعجين بطريقة سهلة وبسيطة جدا، أو الحوشي الاسكندراني. اللي راح طبعا اسكندرية ومطروح عارف يعني ايه اللحمة بالعجين، سهل وبسيط جدا. أنا مروة، لو أول مرة تشوفيني وتتابعيني تعالي شوفي وصفتي وقوليلي رأيك فيها، وشوفي كمان خلطة الحوشي بتاعتي الجبارة، بجد تجنن. بصي يا ستي، اول حاجه هنحتاجها مع بعض، هنحتاج كيلو من الدقيق، تمام كده. الكميه دي بترمي يعني عدد محترم، انا هقول لكم قد ايه دلوقتي. واحتاج كمان 2 كوبايه زبادي صغير. بصي بقى، في بولة تانية او كوبايه تانية هحتاج معلقه كبيره من السكر، زيهم من الخميره الفوريه، ونص كوبايه من الميه الدافيه. وهنقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما نحس ان الخميره تتفاعل معانا، يعني ابتدى حجمها يتضاعف. تمام كده. رشه من الملح بقى صغيره جدا، وهبتدي انزل بخليط الخميره بتاعي بعد ما تفاعل. انا كده اتاكدت ان الخميره بتاعتي كويسه. هبتدي بقى ان انا اعجن بالشكل ده. اعجني بقى كويس جدا. انا بعجن بميه دافيه. في المرحله دي ببتدي احط نص كوبايه من زيت الذره، تمام، واعجني بقى كويس جدا. الخلطه بقى سهله وبسيطه جدا. بصلتين كبار قوي، طماطميتين كبار، وكمان فلفل اسكندراني حار وفلفل رومي. هنضربهم في الكبه بالشكل ده. لو عندك بقى بهارات بتاعه الحواوشي هتحطي معلقه، تمام، معلقه كده محترمه. وكمان بهارات لحمه هتحطي معلقه صغيره مليانه. واحتاج كمان معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود، وزيهم من البابريكا. وكمان بهارات اللحمه، والسبع بهارات. وكمان توم باودر وبصل باودر، تمام كده. والملح طبعا بتاعنا، حطيت معلقتين مليانين صغيرين، او معلقه كبيره يعني مليانه. وهتضربي بقى الكلام الجامد ده كله مع بعضه. عايزاه يتفرم فرم ناعم خالص، تمام. ده بيكون شكله بالظبط. هبتدي اضيف كمان كيلو من اللحمه المفرومه، واقلب بقى كويس جدا بالشكل ده. عايزاه يتجانس. نسيت بقى تركايه كده مهمه جدا، ودي بتفرق جدا على فكره، معلقه مليانه محترمه من البيكنج باودر. وهقلب كويس جدا. كويس ان انا لحقتها معاكم. تعالوا بقى نعمل العجين بتاعنا. بعد ما ارتاح ببتدي ارش شويه من الدقيق. العجين هتحسوا بيلزق شويه، ما تقلقوش، ده النتيجه الصح ليه، تمام، ما تخلوهوش ناشف. ده بيكون شكله. هترشوا دقيق من فوق وتحت بالشكل ده. حجم بقى الرغيف بتاعك انتي، تقدري تعملي الرغيف اللي هو النص، وتقدري تعملي الرغيف كامل. انا هقول لكم ازاي دلوقتي. انا عملت بالظبط 18 كوره، يعني هديني 9 رغيفه كبار، تمام. تقدري لحد 24 كوره، يعني 12 رغيف، تمام كده. هبتدي ان انا افرده بالشكل ده. الصينيه بتاعتي مدهونه كويس جدا بالزيت، واحط بقى كوره من العجين بتاعي وافردها بالشكل ده. هفرد واحده كمان، وببتدي ان انا اغطيها بيه. دي طريقه ليه. طريقه تانية ان انتي تعمليها النص، بس للاسف ما تصورتش الجزء ده. يعني تحطي نص العجين، وبعدين تحطي اللحمه المفرومه في النص وتقلبيه، تمام كده. ببتدي بقى ان انا الفه بالشكل ده. بتلفيه لفوق وتقفلي كويس جدا بصباعك. بالطريقه دي سهله وبسيطه جدا، وهتلاقيها بتتقفل معاكي بكل سهوله. اهم حاجه نتاكد انه اتقفل كويس جدا. نعمل التانية بنفس الطريقه، وهنخلص بقى الكميه بتاعتنا كلها بنفس الطريقه. الفرن بتاعي بقى متسخن على درجه حراره 200 في المرحله دي. بحب اسخنه كده قبلها. خليط بقى بتاع الدهان بتاعي ده طبعا براحتك انتي، بس ده انا بفضله جدا في الحوش الاسكندراني. بحط معلقه صغيره من السكر، ومعلقه كبيره من حليب البودره، وكمان رشه من نسكافيه، وهقلب بميه دافيه، تمام. ده بيكون شكله بالظبط. تقدري طبعا تعملي بحليب بس او بصفار بيضه، اللي انتي بتفضليه، بس ده بيديله لون وطعم كده حلو قوي. رشه بقى من حبه البركه، وببتدي ادخل في الفرن على طول. وتقدري كمان، انا عملت واحده كده دهنتها بالقشطه، قلت اجربها، يعني كانت تحفه جدا. وعشان اخليها مميزه عملتها بنص زي ما فهمتكم بالظبط، تمام. وعملت كمان عليها سمسم، مش حبه البركه. ده طبعا اختياري وبتاعك انتي خالص. ده بيكون شكله. تقدري كمان تحمريها اكتر من كده من فوق. تحفه جدا يا جماعه، طري وخطير وهش جدا. والتتبيله بقى والعجين نفسه يجنن.
جربوه باذن الله هيعجبكم قوي. انا اسمي مروه، لو اول مره تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحه والقناه وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي دايما. وعرفيني وقوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني. الريحه بقى هنا ما اقولكوش تجنن، خطيره بجد، هتكوني مميزه فيه جدا جدا جدا. بصوا بيرمي كميه محترمه قوي. هو سخن للاسف، انا مش عارفه فعلا امسكه خالص، سخن جدا. شايفين منفوش ازاي من فوق وتحفه وطري، طري طراوه مش طبيعيه. شكل الخلطه من جوه تجنن. ده بقى اللي قلتلكوا حمرته بالقشطه، حلو قوي على فكره برضو وطعم جدا. عايزه اوريكم شكله بقى من ورا كده عامل ازاي. طري طراوه يا جماعه يجنن بجد، جربوه ان شاء الله يعجبكم قوي. من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها. انا طبعا ما قدرتش استخدم الكميه كلها، بس سويتها كلها سوا كامل وحطيتها بقى في علب او اكياس وتشيليها في الفريزر. بتطلعي على الميكرويف على التسخين او في الفرن وبتطلع معاكي كانها طازه بالظبط، تجنن، خطيره فعلا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.